هنعمل مع بعض كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين. كحك العيد بقى قد ايه سهل وجميل جدا، بس محتاج كام خطوة بسيطة. لو اتبعناهم صح هيطلع معانا احلى واطعم من الجاهز بمراحل. بيدوب في البق كده وبرسمة ثابتة وقوام مظبوط وطعم يجنن. يلا نبدأ ونشوف عملناه ازاي وازاي هيطلع معانا ناجح جدا حتى لو بنعمله لأول مرة. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو عجبكم اعملوا له شير. اول حاجة مهمة معانا، عايزين الدقيق بتاعنا يكون فاخر متعدد الاستعمالات او مخصص للكحك والبسكوت، عشان نسبة نجاح الوصفة هتعتمد على نوع الدقيق اللي انت استخدمتيه، فدي اول حاجة مهمة معانا. وطبعا السمنة كل ما كانت جودتها اعلى وطعمها احلى طبعا هتفرق جدا في الطعم. ومعانا زبدة هقولكوا هنستعملها ازاي بالظبط، ومعانا معلقتين كبار من السكر، ومعانا معلقة صغيرة من الخميرة. ودي تاني اهم حاجة تطلع معانا القوام مظبوط والرسمة ثابتة، ان الخميرة ما تزيدش عن معلقة صغيرة للكيلو. تمام. معايا كوباية الا ربع من المية، انا هستعمل مية مش هستعمل لبن لانها بتدينا نعومية اكتر وقوام مظبوط اكتر للعجينة. خلاص، كوباية الا ربع من المية الدافية، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر والمعلقة الصغيرة الممسوحة من الخميرة الفورية. انا مستعملة الفريش عشان هي موجودة عندي، حتى واخدة ربع معلقة. هسيب المية جنبي كده والخميرة، وهنزل بقى بكيلو دقيق هنخله، وهحط عليه رشة من الملح ربع معلقة صغيرة، وهدي تقليبة كده وبس، مش هحط عليه اي حاجة تاني دلوقتي. وهبدأ في تحضير السمنة بتاعتي. في حلة على نار هادية هنزل ب75 جرام من الزبدة، تكون جيدة وطعمها كويس. هسيبها بقى تدوب كده وافضل اقلب فيها. دي التكة بقى المهمة، ان انا احمرها تحميرة خفيفة، يعني لون اشقر كده، بتدي طعم وريحة بقى تجنن للكحك، بتخلي الكحك في حتة تانية خالص. كده ظبطنا الزبدة معانا، ننزل بقى ب500 جرام من السمنة بتاعتنا، سواء سمنة بلدي او سمنة من بتاعة المحلات، زي ما نحب او زي المتوفر، المهم ان يكون طعمها كويس معانا. هندوبها مع حرارة الزبدة، مش هنقدحها خالص، هي يا دوبك كده تدوب معانا وخلاص. بنشيلها من على النار ونروح لتحضير الكحك. الدقيق بتاعي بقى انا مش هحط سمسم ومش هحط ريحة كحك ومش هحط فانيليا، مش هحط اي حاجة، لان الزبدة هي اللي مدية النكهة الجميلة جدا. انا مش عايزة اغطي بقى على النكهة الجميلة للكحك باي منكهات تانية. فهنزل على طول بالسمنة بتاعتي وهقلب. هي مش سخنة طبعا، هي دافية. هديها تقليبة كده، هفضل اشرب الدقيق كويس للسمنة بتاعتي. شايفين القوام عامل ازاي؟ بيبقى طري معانا كده. ما تقلقيش خالص ولا تحسي ان السمنة كتير ولا اي حاجة، انتي بس هتفضلي تبسي كده الكحك مع السمنة كويس جدا، تعملي الحركة دي وتشربي الدقيق للسمنة مظبوط حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة ما تعدي هننزل بقى بالكوباية الا ربع من المية اللي احنا محضرينها من الاول مع السكر والخميرة بالتدريج. واهم حاجة تاني ان احنا ما نقلبش في العجينة كتير او ما نعجنش فيها كتير، لكن بصوابعنا كده بطراطيف صوابعنا بنفتح العجينة، نشرب شوية المية اللي احنا بنحطهم للدقيق، لكن ما نعجنش ابدا او نعمل زي ما بنعمل في العيش او اي حاجة تانية، بطراطيف صوابعنا كده. وبعدين هنختبر العجينة دلوقتي عشان نشوف خلاص كده ظبطت معانا، مش عايزة مية تاني لانها بتشقق زي ما انتوا شايفين كده. لا، نكمل ميه. حطينا كده الكوبايه الا ربع. على فكره هي خدت معايا كوبايه وربع من الميه، يعني انت هتفضلي تقلبي كده وتشوفي لحد ما تظبط معاكي، وتشربيها الميه كويس جدا، وتجربيها تختبريها. لقيتيها شققت تضيفي لها تاني ميه. وما تخافيش ابدا، المهم ان انتي ما تعجنيش، انتي شربيها بس الميه كده، وبايديكي فتحي زي ما انا ما بعمل كده. انا ما عجنتها، شايفاها لسه مفروله زي ما هي. اختبرتها اخر مره ظبطت معايا، لقيتها ما شققتش، يبقى كده تمام واوقف. ما زودهاش ميه تاني عشان ما تنشفش مني وتبقى مظبوطه. خلاص هسيبها بقى زي ما هي كده، ألمها واغطيها واسيبها ترتاح مش اكتر من 10 دقايق. هحضر الحشوة بتاعتي. معايا عجوة، هحط للعجوة معلقة من السمنة، ومعايا البهارات دي ينسون نجمة وحبهان وممكن معلقة من الشمر. بطحنهم كويس جدا في المطحنة بتاعتي، واخد ربع نص معلقة صغيرة على كمية العجوة اللي هي مثلا كوباية.
نكهتها بقى جميلة جدا مع اليانسون والحبهان، بجد حاجة كده فخمة كده وطعمها جميل قوي مع الكحك. جربوها بجد هتدعولي. خلاص هناخد بقى قطعة كده من العجينة ونغطيها كويس جدا بالبلاستيك عشان ما تنشفش مننا، وناخد كورة كده حجمها زي الليمونة مثلا، والعجوة تبقى اقل من نص كمية الايه، الكحك. خلاص بالمنقاش بقى او بالبصامة زي ما نحب طبعا، المتاح عندنا هنستعمل. شايفين العجينة مظبوطة ازاي؟ بتطلع معانا جميلة في المنقاش عشان العجينة مظبوطة جدا جدا جدا. خلاص الرسمة بقى دي هترجع لكم تقعدوا كده براحتكم، بالمنقاش او بالبصامة. خلاص. اهم حاجة بقى زي ما اتفقنا، الدقيق يكون دقيق فاخر متعدد الاستعمالات عشان خاطر الوصفة تنجح معانا وتطلع مظبوطة جدا جدا. تاني حاجة السمنة نوعيتها تكون كويسة، والريحة والطعم بتاعها مهم جدا عشان هيفرق معانا في طعم الكحك. ايه بقى كمان؟ الخميرة. اهم حاجة ان الخميرة، نسبة الخميرة بتاعتنا ما تزيدش. المعلقة الصغيرة الممسوحة للكيلو مظبوطة جدا جدا. وكمان البيكنج باودر مش هنستعمله لانه مش هيأثر معانا، مش محتاجينه في حاجة، احنا معانا خميرة. كده خلاص استعملنا، قلنا كل الملاحظات. وكمان المية بتدينا قوام ناعم جدا عن اللبن. وكمان لو هتعملي كمية كبيرة المية بتبقى احلى، لكن مثلا لو هتعملي كيلو، او الكيلو يا جماعة مش محتاج بقى ان احنا نعمل حوارات ونقعد نقول نعمل سمنة مقدوحة ده بتحافظ على الكحك، نعمل لا سمنة على البارد. هو كيلو اساسا او 2 كيلو مش هيلحقوا يقعدوا معانا اكتر من اسبوع، فعادي يعني مش لازم نقدح له السمنة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. يلا بقى نكمل بقية الأشكال. أنا عملت الصينية الأولانية محشية، وعملتها بالمنقاش. الصينية التانية هعملها بالبصامة كده سادة ما فيهاش أي حشوات. المهم بقى نتكلم عن التسوية. أول حاجة بقى عايزين نسخن الفرن بتاعنا على حرارة عالية في الأول لحد ما يسخن معانا كويس، وبعدين هنهدي الحرارة على 160 170، يعني أقل ما بنسوي الكيكة بتاعتنا. أكيد عارفين ظبطة الفرن بتاعكم للكيكة ازاي. هتهدوا عنها بقى شوية. وبعدين هتحطوا الصواني بتاعة الكحك في الرف اللي قبل الأخير من من تحت في الفرن، وهتسيبوها براحتها خالص تستوي، ما تقيدوش الشواية عليها في الاول. وبعدين بتفضلوا تلفوا الصواني عشان اللون يبقى مظبوط من تحت ومستوي كله زي بعضه. خلاص يعني بنفضل سايبينه على تحت كده من نص ساعة ل 40 دقيقة لحد ما يستوي براحته خالص على نار هادية، عشان يبقى معانا دايب كده مش طري. لازما النار بتاعته تبقى هادية ومظبوطة. خلاص بعد مثلا نص ساعة زي ما بقول لكم نبص عليه، 35 دقيقة 40 دقيقة. خلاص بنلاقيه احمر من تحت ولونه بقى مظبوط، بنرفعه تحت الشواية ياخد لون بسيط. انا بحب احمره شوية، بس في ناس مش بتحب تحمره قوي، فده يرجع لكم. تحت الشواية بقى بتراقبوه طبعا، مش بتسيبوه تمشوا عشان تطلعوه الدرجة المظبوطة اللي انتوا عايزينها. بتفضلوا قاعدين جنبه لحد ما يطلع. خلاص هيطلع معانا بالشكل الجميل ده. ودي طبعا بتاعت استاذ عمر، كان عايز يعمل قلب، طالع قلب وجميل معاه زي الفل وجميله، ومصمم يوريها لكم، مش عايز يشيل ايده اساسا. وده بتاعت استاذ علي برضو، عاملها بايه؟ مربعه. يعني ناقشها بقى حاجه جميله طبعا، ما نقدرش نتكلم ولا نقول حاجه عظيمه. خلاص جميل. كانوا عايزين يلعبوا كده وعملوا الاتنين دول. المهم ده الكحك بتاعنا طالع جميل جدا، مظبوط من جوه، والسوا بتاعه مظبوط جدا. الناعم معانا بيدوب، يعني في كل المواصفات اللي انتوا عايزينها. بجد جميل جدا، لازم تجربوا الطريقة دي. مش هنختلف بقى على السمنة مقدوحة السمنة باردة. السمنة المقدوحة عشان يديك عمر أطول. احنا مش هنعمل كمية كبيرة تقعد، يعني هي بالكتير قوي يومين 3 لو عاملين كيلو أو 2 وهتخلص يعني. مش شرط نقدح لها السمنة بقى ونعمل مشاكل كده ونبقى خايفين السمنة تقع بقى. هو كده جميل جدا، وكمان طعمه بجد خطير. شايفين من جوه مظبوط السوا بتاع العجوة طرية جدا مش ناشفة معانا. كل حاجة فيه مظبوطة. امشوا بس على الخطوات بالظبط
والطريقة والمقادير والتعليمات ان شاء الله هكتب لكم المقادير بالظبط تحت الفيديو، وكل الملاحظات تاني. وان شاء الله تجربوه يعجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا له لايك وشير والحاجات الجميلة دي. واشوفكم على خير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.